السلام عليكم. معكم نورا من قناه بريتيج نورا. اليوم ان شاء الله غنديروا التمر معمر، يعني كيمشي في لي بوفي ولا في المناسبات معمر. غادي نعمروه باللوز كيف كتشوفوا. بالنسبه للمقادير اللي غنحتاجوا التمر، يعني يكون كبير شويه، اما المجهول ولا على حسب كل واحد. المهم التمر يكون كبير، ماشي داك التمر الصغير، هذا راه كبير شويه. كيف كتشوفوا التمر شويه كبير. غادي نحتاجوا عجينه ديال اللوز، يعني عجينه اللوز اما غتشريوها جاهزه او لا تستعملوا عقده ديال اللوز. هي باش غنعمروا، يعني هي اللوز كنشدوا اللوز كنسلقوا كنحيدوا ليه القشره تنخليوه حتى ينشف، ومن بعد كنطحنوه مع السنيده. بحال اللي درنا تقريبا نص كيلو ديال اللوز نديروا معاه واحد تقريبا 300 غرام ديال السنيده ونطحنوهم مزيان حتى يوليو عقده، ونزيدوا عليهم شويه الزهر كيف كتشوفوا. وغادي نحتاجو بالنسبه للتزيين غنحتاجو هاد الكوجي الا كان، يعني ماشي بالضروره، هو كيزينو به كيجي زوين في المنظر. كوجي يعني تاخدوا واحد الكميه قليله ماشي بزاف. وغادي نحتاجو البيستاش حتى هو غير كميه قليله. والورد كيف كتشوفوا. بالنسبه للورد حاولوا تاخدوه مجموع، لان داك اللي كيكون محلول كيكون مفرتت. هذا غير تحيدوا ليه هذا الراس، غادي يبقاو الوريقات مزيانين. وغادي نحتاجو الجنجلان ابيض حتى هو نزينو به. واللي بغى يدير اللوز هاشي حتى هو كيجي مزيان، حتى هو كيجي مزيان في المنظر. وغنحتاج واحد شويه الناباج غير باش يلصق ليا هاد الورد. وغنحتاج ماء الزهر باش نمسح هاد التمر. دابا غادي نبداو ان شاء الله في الطريقه، نوريكم كيفاش غنديرو. غناخذوا التمر، غناخذ واحد الزويف وغادي غنمسحو بشويه ديال الزهر، يعني نمسحو نحيدو منو ديك الغبره كيف كتشوفوا. ومن بعد غناخذ واحد الموس، غنجيب هكا نحاول نحلها غير بشويه، نحيدو العظم كيف كتشوفوا. نحاولوا نخليو هادي نبات نخليوها. غناخذوا كويره ديال العجينه ديال اللوز كيف كتشوفوا. غنخشيها في التمر. كيف كتشوفوا ملي عمرنا التمر ديالنا بعجينه ديال اللوز او عقده ديال اللوز، دابا غادي نبداو نزوقوا فيه بالكوجي. غنحاول نستفو بحال شي سنبله ديال الزرع باش يجي مقاد. بالنسبه لهاد الكوجي راه متوفر عند موالين الحلوى، يعني الكميه اللي بغيتي غادي يعطيها لك. كيجي زوين في الشكل ديالو. راه هو بالنسبه لهاد الكوجي راه داير بحال شكل الزبيب، حتى هو كيتكال حلو كيف كتشوفوا. كيجي الشكل ديالها زوين. غنحاول نديرها في واحد القويعط ديال الحلوى كتشوف. دابا غادي ندوزو باش نديرو البيستاج، حتى هو نفس الشكل، حتى هو غنديرو ليه بحال السنبوله باش يجي هكاك مستف والمنظر ديالو زوين. نحاول نبركو عليه باش يلصق. حتى هو غنديرو في واحد القويعط ديال الحلوى كتشوفوا. كنبركو عليه باش ما يطيحش لينا. دابا غادي ندوزو
باش نديرو ديال الجنجلان، اما نغطسوه مباشره اولا ندهنوه بواحد شويه الناباج باش يلصق لينا ما يبقاش يطيح. كيف كتشوفوا نغطسوه مزيان حتى يعمر بالجنجلان بيض. حتى هو غنديرو فواحد القويعات. دابا غندوز ديال الورد، غندهن بشويه ديال الناباج باش يشد ليا داك الورد. غنحيد ديك النباته وغنبدا نلصق في الوريقات. كيف كتشوفوا نحاول نعمر الجهه اللي فيها اللوز كلها بالوريقات. كيجي المنظر ديال الورد زوين. شوفوا نحاولوا نبركوا عليه باش يشد لينا. كتشوفوا كيجي في المنظر زوين. حتى هو نديروا ليه قويعات. انا غنستمر هكا حتى نكمل الكميه اللي عندي. ملي عمرت انايا التمر عمرته كامل كيف قلت لكم بعجينه ديال اللوز، يعني العقده ديال اللوز. بالنسبه لهاد الجنجلان هذا الا ما بغاش يلصق لكم حتى هو دهنوا العجينه ديال عفوا عقده ديال اللوز بالناباج صافي، وغطسوه في الجنجلان غادي يلصق ما يبقاش يتحيد باش يثبت هو. وكيف قلنا اللي بالورد الا ما درتوش ليه شويه الناباج راه ما غاديش يلصق لكم، غيبقى يطيح. دابا راه لاصق يعني واخا تحركوه ما غاديش يتحرك، دابا ما غاديش يطيح من بلاصتو. كيف كتشوفوا راه هو ساهل، يعني ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه. كنتمنى ان الاقتراح ديال اليوم يكون نال اعجابكم. ما تنساوش دعموا القناه باللايك وتبارطاجيو الفيديو باش يوصلكم كل جديد، وشكرا على حسن المتابعه.